السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي والاتحاد السكندري. الأهلي خلاص خد التلاتة بونت، الماتش انتهى 2-1 وتصدر الدوري مؤقتا طبعا. 21 بونت. انت عندك المصري برضو 18 بونت، يعني لو كسب الماتش النهاردة هيلعب سموحة كمان ساعة. لو كسب الماتش هيعدي بقى، هيبقى في نفس ال 21 بونت برضه، بس هيعدي الأهلي عشان فرق الأهداف. هتقولي رايك ايه في الماتش بتاع النهارده؟ بص، هو الاهلي لعب الشوط الاول كويس، وانا مش عارف ليه احنا بقينا بنلعب الشوط الاول بنضخ كل نجومنا في الشوط الاول. يعني انت ليه بتلعب لي بن شرقي وتلعب لي محمود تريزيجيه الاثنين يشوط في شوط واحد؟ ما تخلي واحد في شوط واحد في شوط. انت عندك الشوط التاني الاهلي بينزل بياخد كيرف، تحس ان احنا مش الاهلي اللي يقعد شوط كامل بيلعب ورا الكوره في نص ملعبه بيدافع. تحس ان انت مش شكل الاهلي، ما عندكش الشراسه الهجوميه انك تجيب جون واثنين وثلاثه زي الاول. دلوقتي بتجيب جون بتجيب التاني وتنام عليهم بقى، عايز تحافظ عليهم. لا، ده مش كوره دي. الماتش زي النهارده لما كانتش جات لك ضربه الجزاء اللي زيزو جابها، كان الماتش خلص تعادل 1-1. الاتحاد خطف الجول. احنا عندنا الدفاع راح في داهيه، ما عندناش دفاع اصلا. يعني احنا عندنا الدفاع المهاجمين يعني اي خط هجوم بنقابله بيعرف يضرب خط الدفاع بتاعنا بسهوله، بسهوله السهوله. ما فيش باك شمال. هتقول لي كوكا، هتقول لي شكري، الاثنين اخرى من بعض، اثنين ما يلعبوش بجنيه في الاهلي. محمد هاني بغزاله ماتش كويس وماتش حلو. ياسين مرعي قوي بدنيا وكل حاجه وبيجيب الكور العاليه، بس بيتخطف. يعني ايه بيتخطف؟ يعني المهاجم بيعرف يجري في ظهره. طبعا ياسر ابراهيم بس عمال ينطح الكرة هنا يمين وينطحها شمال، بس هو يعني معلش حمار كرة، مش قاري اي حاجه. لو جبت عيل صغير كده هيقوم قطع في ظهره وقطع وداخل انفراد من وراه. فاحنا عندنا خط دفاع شوربه الشوربه، خط دفاع زي الزفت. كنا عمالين نتريق على رامي ربيعه، طلع ان رامي ربيعه كان شايل لنا الدفاع. محمد عبد المنعم يعني ربنا يجازيه خير بقى، كان فعلا ما فيش، مش هتلاقي الكوره. انا شايف ان ياسين مرعي كويس، في يعني تحس ان هو شكله شويه من محمد عبد المنعم، بس لسه محتاج وقت كتير، محتاج وقت. وهو بدنيا كمان مش زي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان اطول شويه واعرض وبدني كان عنده قوي شويه. وعندك شكري ده قصير قوي يا جماعه. ايه ده عيل صغير بيلعب كوره قصير جدا. فالحقيقه الاهلي لسه ما بينتش الهويه بتاعته الاصليه. اللعيبه بحس ان في زخم. يعني الشوط الاول في زحمه، زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجراديشار. طب ما نحاول نوفقها، نقسمها شويه. يعني خلي مثلا تريزيجيه يعتمد عليه الشوط الاول، واعتمد على مثلا على بن شرقي الشوط الثاني، او اعكسها. على الاقل يبقى الشوط الثاني عندك شكل. عندك احمد عبد القادر كان بيلعب الشوط الاول احمد عبد القادر بس، انت طلعت زيزو طلعت تريزيجيه. طاهر ده اقسم بالله ما يجي يلعب في مركز شباب المحطه عندنا. يعني طاهر ده، يعني انا مش فاهم هو ليه حتى الان بيلعب في الاهلي. في لعيبه كده في الاهلي، يعني عمر كملعب واحد ده خروف كرة قدم، خروف. يعني لا يفقه شيء عن الكوره. كوره في نص الملعب، ما تبصي للي قدامك احمد عبد القادر في وشك، ولا الولا كان شكري اللي كان في وشه؟ لا، قام مرجعها شومه شايط طلقه على الولا ياسر ابراهيم. يعني يا دوب حط رجله فيها المدافع كان هيقطعها، جات له تاني. اديها بقى لشكري اللي قدامك اللي فاضي ده. لا، مش عارف شايطها وداها فين. لعيب يعني لعيب يجيب مرض، يخليك تقعد تشيل سيئات طول ما انت قاعد بتتفرج عليه. عمر كمال ده. فالماتش النهارده عدى كده بستر ربنا. نتمنى يكون في شكل، نتمنى يكون في شكل وطريقه للنادي الاهلي. انا عايز اتفرج على طريقه، مش كلهم بينزلوا كده عارف انت، ينزلوا يلعبوا كوره. لا، انا حتى الان مش شايف طريقه. عايز تكتيك مدرب. يعني اتمنى المدرب ده يكون عنده رؤيه او عنده طريقه بيلعب بيها عشان اللعيبه تقدر تنفذها في ارض الملعب، بدل العشوائيه اللي احنا شايفينها دي. مبروك صداره الدوري، ونتمنى بقى اللي جاي يكون احسن من كده. شكرا، سلام. وما تنساش طبعا تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.